ليك في الكامبات؟ عارف الفرق بين الكامب اللي الناس كلها بتفتكره والكامب اللي الناس بتنساه؟ الفرق لا بيبقى في المساحة ولا الميزانية، الفرق في التفاصيل اللي محدش بياخد باله منها غير الضيف. تفاصيل زي ان هو مثلا لو في شتاء يلاقي ميه سخنه، بالليل يلاقي النارة شغالة كويس، ما يلاقيش فيه لمبات بترعش ولمبات محروقة ولمبات فاصلة. برضو الديكورات لازم بتبقى متطورة ومتجددة بشكل دوري في الكامبات، علشان اللي يضيف اللي يجي حتى او يرجع تاني يحس ان دايما في تجديدات في المكان مهتم واصحابه مهتمين بيه، فبيرجع تاني ويبقى ريكومنديشن عالية جدا للمكان. مساحات مترتبة تحسسك ان انت VIP، مش مجرد عابر سبيل في قلب الصحراء فجي قاعد هنا بس يعني يستريح من هم الطريق وعساء السفر. خد بالك ان التفصيلة اللي انت بتشوفها كصاحب مكان او صاحب كامب تفصيلة بسيطة، التفصيلة دي عند الضيف هي اللحظة اللي بيقرر فيها انا لازم ارجع المكان ده تاني او مش جاي هنا تاني ومش هتتكرر يا معلم. لما الكامب بيبقى متظبط، صيانته معمولة، مدار كويس، الاكل بتاعه كويس، الضيف مش بس بيرجع تاني، ده بيرجع ومعاه ناس تانيين. ساعتها معلم المكان ما بيبقاش استثمار، بيبقى قصة نجاح. ولو انت شايف ان كامبك يستاهل انه يكون من الكامبات اللي بتسيب اثر حقيقي، يبقى دورك تبدأ من دلوقتي.